دكتور هادي، اليوم بنشوف الإمارات صارت موجودة بكل المحافل الدولية. شو اللي خلاها برأيك توصل لهيدي المكانة؟ يعني أنا برأيي أول شيء الإمارات ما بنت هيدي الثقة والحضور بليل وضحاها. هي بنت ثقة دولية على مدى سنوات، والدليل أنه رئيس دولة الإمارات حضر قمة مجموعة السبع رغم أنه الإمارات مش عضو فيها. هيدا بيعني أنه العالم صار يعتبر الإمارات شريك أساسي بالاقتصاد والسياسة والطاقة والتكنولوجيا حتى، وصوتها اليوم للإمارات صار مسموع على طاولة القرار العالمي. طيب، البعض بيقول إنه القوة المالية هي السبب الوحيد لمكانة دولة الإمارات اليوم. هل هيدا الكلام دقيق برأيك؟ لا، ما بعتقد. اليوم حقيقة النفوذ ما عاد يقاس بالمال فقط. الإمارات بنت قوة ناعمة حقيقية، وصارت ضمن أول 10 دول بالعالم بمؤشر القوة الناعمة، ومتقدمة جدا بالتأثير والعلاقات الدولية. يعني في احترام وثقة، مش بس مجرد قدرات مالية. إذا طلبت منك مثال على دور السياسة للإمارات شو بيكون؟ حقيقة أبرز مثال اليوم هو الوساطة بين روسيا وأوكرانيا. الإمارات نجحت ب 24 وساطة إنسانية أدت لتبادل أكثر من 7400 أسير. لما طرفين بحجم روسيا وأوكرانيا بيوثقوا بدولة حتى تلعب هيدا دور الوسيط، هيدا أكبر دليل على مصداقيتها وعلى علاقاتها المتوازنة. خلال الأزمة الأخيرة كان في حديث كبير عن الإعلام الإماراتي. كيف بتقيم دور هيدا الإعلام إن كان على صعيد دولة الإمارات أو ربما على صعيد المنطقة؟ يعني الإعلام الإماراتي برأيي ما اكتفى أبدا بنقل الأخبار، ساهم هو بحماية الاستقرار داخل البلد. هيدا كان عنوان منتدى الإعلام الأخير الإماراتي اللي كان اسمه بشعاره الإمارات خط أحمر، والرسالة كانت واضحة: الإعلام شريك بالأمن الوطني وببناء الثقة ومواجهة الشائعات وتقديم المعلومة الدقيقة بمهنية ومسؤولية نادرة. طب ليش شعار الإمارات خط أحمر كان محط اهتمام؟ يعني لأنه اختصر فكرة أساسية: وقت بتكون الدولة مستهدفة ما في عنا حياد بين الحقيقة والشائعة. المنتدى أكد أنه الدفاع عن منجزات الدولة هو مسؤولية جماعية، وأنه تماسك القيادة والمؤسسات والمجتمع هو سر قوة الإمارات. إذا بدنا نحكي عن الظروف الحالية بالمنطقة والتوترات وأغلاق مضيق هرمز وغيرها، بنشوف أنه رغم كل هذه الأوضاع الإمارات صدرت 14 مليون برميل نفط. كيف قدرت تعمل هيدا الشيء؟ بعتقد الإمارات كانت محضرة من سنوات، واستثمرت هي بخط أنابيب اللي هو حبشان الفجيرة اللي بينقل النفط مباشرة لبحر العرب، وبالتالي مش بحاجة يمر بمضيق هرمز، يعني بعيدا عن مضيق هرمز. وطورت أيضا الإمارات خزانات ضخمة جدا بالفجيرة، واعتمدت خطط بديلة للنقل. يعني الأزمة أثبتت أنه التخطيط الاستراتيجي على المدى البعيد هو أهم من ردات الفعل اللي بتجي فجائية خلال الحرب أو خلال ضرب الإقليم. وبرأيك شو بتعني هيدا الخطوة للاقتصاد الإماراتي؟ أكيد هيدا بيعني أنه الإمارات قادرة تحافظ على التزاماتها مع الأسواق العالمية حتى بأصعب الظروف، وهيدا بيعطي المستثمرين والشركاء أكيد رسالة واضحة أنه الدولة تملك بنية تحتية مرنة واقتصاد قادر على مواجهة جميع الأزمات. في ناس كانوا بيتوقعوا أنه يتأثر الاقتصاد الإماراتي بالأزمات الراهنة. شو بتقول الأرقام، وهل هذا الكلام صحيح؟ الأرقام واقعية وبتجاوب أنه الناتج المحلي على سبيل المثال ارتفع 6.2% بالإمارات، وأنه الاقتصاد غير النفطي نما 6.8%، حتى أنه أكثر من 77% من الاقتصاد صار قائم على قطاعات غير نفطية. هذا كله بيعني أنه الإمارات نجحت فعلا بتنويع اقتصادها وما عادت تعتمد بس على قطاع واحد اللي هو النفط. دكتور، شو قصة الذكاء الاصطناعي بالإمارات وليش الكل عم يحكي عنه حاليا؟ لأنه أكيد يعني الإمارات قدرت تكون من أوائل الدول اللي عم تقود هذا المجال. اليوم عندها أعلى معدل عالمي بتبني الذكاء الاصطناعي بنسبة عم تفوق 70%، وعم تستثمر أكيد بمدينة ذكاء اصطناعي ضخمة جدا وبشركات مع أكبر الشركات العالمية. هذا بيثبت أنه الإمارات ما عم تلحق المستقبل، إنما هي عم تبنيه. كيف بتوصف أو توصف وضع القطاع المالي والمصرفي الإماراتي؟ حقيقة القطاع المصرفي أثبت متانته بالإمارات، والمصارف حافظت على أرباح قوية مع انخفاض القروض المتعثرة.
والأهم أنه الإمارات صارت مركز عالمي لإدارة الثروات بأصول سيادية قاربت بعتقد 2.9 تريليون دولار. وهذا الشيء أدى إلى استقطاب كبار المستثمرين ومديري الأصول من مختلف أنحاء العالم. وماذا عن الطاقة؟ هل بعد الإمارات عم تعتمد فقط على النفط؟ أبدا، يعني صحيح أن النفط ما زال قطاع مهم جدا، لكن الإمارات اليوم تستثمر بقوة بالطاقة النظيفة. مصدر على سبيل المثال هي توسعت عالميا وعندها مشاريع بعشرات الجيجاوات، وبتستهدف أكيد محفظة عالمية بقدرة 100 جيجاوات بحلول العام 2030. هذا بيأكد أنه أكيد مش بس النفط، إنما تعدى النفط إلى الاقتصاد الطاقة المتجددة في الإمارات. كيف انعكس هذا الاستقرار على الاستثمار وعلى العقارات؟ الاستقرار أكيد صار أهم عنصر بجذب المستثمر. يعني سوق العقارات بدبي وأبو ظبي مستمر حقيقة بالنمو، وحجم التصرفات العقارية عم بيسجل كان دائما أرقام قياسية بالآونة الأخيرة، والاستثمارات الأجنبية كانت عم ترتفع باستمرار، لأن بكل بساطة المستثمر صار يشوف الإمارات ملاذ آمن لرأس المال. إذا نحن بدنا نحكي عن كل هذه المقومات الموجودة لدى دولة الإمارات، سؤال يطرح: هل الدور الإماراتي يقتصر على الداخل فقط؟ بالعكس، الإمارات عم توسع شراكاتها الإقليمية، وآخرها كان دعم إعادة الإعمار والاستثمار بسوريا، إضافة إلى مشاريع تنموية كبيرة بالأردن. هيدا بيعكس سياسة قائمة على دعم الاستقرار والتنمية بالمنطقة جمعاء وليس فقط محليا جوات البلد. دكتور هادي، ختاما، إذا بدك تختصر قصة الإمارات اليوم بجملة واحدة شو بتكون؟ الإمارات حكاية العصر، قدرت تحارب الحرب بالفكر، وأثبتت أنه الدولة اللي بتخطط للمستقبل وبتستثمر بالإنسان، والدولة اللي بتبني الثقة وبتنوع الاقتصاد تبعها، قادرة تتحول من لاعب إقليمي لشريك أساسي بصناعة القرار. اليوم الإمارات مش عم تواكب العالم بس، بل هي عم بتساهم برسم مستقبله. كل التحية لتجربة الإمارات الناجحة.